السلام عليكم بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناتي وقناتكم معاله منيا مباركي. اليوم البنات بغيت نشارك معكم هاد البيتزا العائليه اللي كتجي رائعه وزوينه بزاف. قبل ما نبدا في المقادير كما ديما كنبغي نشكر كاملين البنات اللي كتدخلوا عندي القناه وكتخليو لي التعاليق الزوينه، شكرا لكم بزاف. وندوزو على بركه الله في المقادير. هنايا في المقادير غنحتاج كاس ديال الدقيق الفينو، قياس الكاس ديال العنبه البنات. غندير معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه صغيره، معلقه كبيره ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، وعندي واحد المعلقه حتى هي تكون كبيره ديال الزعتر، كيعطي فيها واحد المذاق وواحد النسمه اللي زوينه البنات. الابيض غندير كاس الا ربع ديال الزيت، وغندير 2 كيسان ديال الماء يكونوا دافين بكيسان ديال العنبه البنات. صافي غنخلط كلشي مزيان. كتجي رائعه البنات هاد البيتزا. هنايا البنات غنزيد واحد شويه ديال الابزار، هادو هكا تنسيم كنسمو بهم، هي واحد شويه ديال الابزار، وغنزيد معلقه صغيره ديال المونطاج، معلقه صغيره البنات كتعطيها حتى هي واحد النسمه اللي زوينه. هنايا البنات غنزيد واحد معلقه صغيره ديال العطريه ديال البيتزا، كتكون خاصه بالبيتزا البنات، معلقه صغيره. الا ما كانتش صافي غير داك الزعتر راه كافي. صافي كما شفتوا غنخلي هذا الخليط ديالي يرتاح ليا واحد شويه وغنرجع معاكم. صافي البنات هانتوما بعد ما ضاعف ليا الحجم ديالها. هنايا البنات غنحولها في هذا الاناء كبير شويه، صافي. ودابا غنزيد الفورس. هو القوام اللي حصلت عليه، واخا تبقى تلاصق معاكم زعما عادي، ديوها وجيبوها غير بحالنا هكا واحد شويه صافي، ما غتحتاج لا تدلك لا حتى شي حاجه. هنايا غندير واحد شويه ديال الزيت من الفوق، وغنخليها تختمر ليا البنات المره الثانيه. معها بحالنا هكا، ضروري تخليوها البنات تبقى شويه ملخوفه. صافي دابا نخليها تختمر ليا المره الثانيه البنات.
صافي البنات هانتوما بعد ما خمرات الخمره الثانيه وضاعت الحجم ديالها، دابا غندوز باش غنكرسها. هنايا خديت واحد شويه ديال الدقيق الفينو وزدت معاه الدقيق ديال الفورس، هو باش غنكرس البنات. بسم الله. هانتوما كتجي مهويه. صافي البنات نجمعوها غير بحال ما هكا. صافي البنات كتجي خفيفه وكتجي مهويه. هانتوما شوفوا تبارك الله ما شاء الله كي كتجي. صافي دابا غنكرسها. بغيتو ديروا المدلك ديروها، بغيتو غير هكا راه العجينه مخوفه البنات وهي مزيناتها. هانتوما صافي دابا غنكرسها على حساب الطاوه اللي عندي. بغيتو ديروها نتوما صغيره ديروها، انا غنديرها حجم عائلي تبارك الله وصلاه النبي، غنديرها كبيره. صافي البنات غنكرسها. هنا درتها في الطاوه كما كتشوفوا. نحاول نكرسها على قياس الطاوه اللي عندي. نتوما راه العجينه تبارك الله ما تحتاج لا دير لا دلاك لا حتى شي حاجه، غير بيدك. صافي البنات نتوما بعد ما كرستها هذا هو الشكل ديالها. هنايا غنتكها بالفرشيط. صوص طوماط راه كتفايت ليا شاركتها معكم البنات، غنوزعها عليها. هاد الوقت كما قلت لكم راني دايره الفران يسخن. البيتزا كتبغي السر ديالها الفران يكون سخون البنات، ضروري الفران يكون سخون. صافي البنات دابا هنايا غندير الطون. صافي هنايا كما كتشوفوا. صافي البنات هنايا خديت غير واحد شويه ديال الفلافل اللي قطعتهم دوائر كما كتشوفوا، ونحاول نزين بهم. نتوما لكم الاختيار باش ما بغيتو تزينوا لا عندكم الفلافل الحمراء الخضراء الصفراء. صافي على هذا الشكل. صافي البنات هنايا غندير الفرماج. غنحاول نوزعو عليها كامله. صافي هنايا البنات غندير زويتينات هكا كحلين هكا. صافي البنات دابا غندخلها للفران. غندير غير واحد شويه ديال الزعتر من الفوق وغندخلها للفران كما قلت لكم. الفران راه شاعل سخون. البنات هنايا رشيشه خفيفه ديال الزعتر من الفوق تعطينا غير النسيمه. صافي دابا ندخلها للفران. كي قلت لكم ضروري الفران يكون سخون مزيان. صافي وغنخليها طيب وغنرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش جات ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالي اللي كتجي عائليه وكتجي زوينه بنات.
كتجي مفشفشه. نتمنى منكم تجربوها كما ديما. الا جربتوها وعجبكم الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، الاشتراكات ديالكم، بارطاج الفيديو. بالصحه والراحه. السلام عليكم، فيديو قادم ان شاء الله.